اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات يوميات روما وميرا. تأخرنا عليكم جدا وحشتونا قوي. احنا النهارده جايين لكم فكرة فيديو هي جديدة شوية. طبعا زينا كلنا من البطاطس بقى المحمرة والصينية، فقلنا نجيلكوا بطريقة جديدة ومختلفة. البطاطس دي هتعجبكم جدا، ممكن تعملوها على سحور في رمضان او فطار او سندوتشات، يعني مش هتقول معانا في اي حاجة لا. انا هنا معايا بطاطساية هي حجمها كبير، انتوا ممكن تعملوا الحجم اللي انتوا عايزينه او الكمية، بس هي بصراحة طعمها حلو جدا، فانتوا اعملوا كمية كبيرة عشان بتخلص بسرعة. انا هنا كده كنت غسلت البطاطس وهبدأ اقطعها. انا كنت هقطعها حلقات، بس بما ان البطاطس اللي معايا هي حجمها كبير فهتغيب معايا قوي في السوا، فانا قطعتها اصغر من كده. يعني انا قطعتها اصغر من كده، هوريلكم. بصوا هي كده، هي انا قطعتها زي صوابع بس كبيره شويه. وهبدا احطها في حله وهنزل عليها بميه. انتوا ممكن تحطوا ميه اكتر من كده، لان انا الميه اللي حطيتها دي كانت قليله، فاضطريت ان انا ازود تاني ميه وهي على النار لان الميه اتبخرت. وهنزل بملح واقلبها وهتحطها على النار لحد ما تتسلق. زي ما انتوا شايفين كده الميه مبقاش فيها ميه. هبدا اشيلها من الحله. انتوا حاولوا تسووها كويس عشان ما تتعبكوش في الهرس، تبقى سهلة معاكو. انا هنا ما كنتش مسوياها اللي هو هرياها قوي، لا هي كانت السوا بتاعها مظبوط، ولا هي ناشفة ولا هي مهرية قوي زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اهرس فيها، ههرسها هخليها كلها ناعمة ما فيهاش اي حاجة مكلكعة او قطع فيها، انا عايزاها كلها تبقى مهروسة كويس زي ما انتوا شايفين. بقلبها شمال ويمين عشان اتاكد كويس ان هي ما فيهاش حاجه ما اتهرستش كويس. وهنا انا زودت ميه للتسهيل في الهرس، بس انتوا ممكن ما تزودوش ميه عشان تبقى قوامها متماسك معاكم وانتوا بتعملوها كور او بتعملوها الشكل اللي انتوا عايزينه. وهبدا اقلبها كده عشان اتاكد ان ما بقاش فيها قطع. وهنزل عليها ببيضه. انا هنا الكميه بتاعتي كنت حاطه عليها بيضه، انتوا ممكن لو كميه اكبر تحطوا عليها 2 بيض. وهنزل بفلفل اسود وكمون وهقلبها تاني. انتوا بقى ممكن تحطوا فيها اي خضار انتوا عايزينه، زي مثلا خضار او فلفل او انواع جبنه مختلفه. براحتكم برضو هيبقى طعمها حلو. انا هنا هنزل بمعلقه بيكنج باودر عشان تنفش معايا وتكون هشه كده وحلوه، ما تكونش تقيله كده، تكون هشه وجميله. وهقلب تاني. وهنزل بالفلفل الاخضر متقطع قطع صغيره. زي ما قلت لكم انتوا ممكن تحطوا اي خضار انتوا عايزينه، بس انا هنا اكتفيت بالفلفل بس. ممكن تحطوا كزبره لو انتوا بتحبوها بكزبره او شبت، برضو يرجع لكم الاختيار. هنزل هنا بمعلقتين من النشا كبار علشان يبقى القوام بتاعها متماسك، ما تبقاش سايحه، لانها بطاطس مهروسه فطبيعي ان هي تكون سايحه. فانا هحط لها معلقتين من النشا عشان يكون قوامها متماسك كده. حتى انتوا لو تلاحظوا انا لما بقلب النشا القوام بتاعها بيتقل كده وبتكون متماسكه. هقلبها كويس لحد ما اتاكد ان النشا اختفى منها كلها، ما بقاش فيها نشا زي ما انتوا شايفين. لو انتوا لسه معايا هنا في الفيديو ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتعملوا كومنت حلو عشان يشجعنا. وانا هنا هنزل بقطعة من الجبنة القريش، انتوا ممكن تحطوا اي نوع جبنة براحتكم خالص، اختياري. ممكن ما تحطوش جبنة لو انتوا مش حابين، بس انا عشان متعودة ان انا بعملها بالجبنة القريش فبتعجبني طعمها جدا، فانا حطيت فيها جبنة قريش. لكن نوع الجبنة بيبقى اختياري طبعا على حسب ما انتوا بتحبوا. انا كده قلبت الجبنة القريش كويس فيها، ومعايا فيجيتار في الطبق التاني. هبدأ اكورها. انا هنا عملتها كور، انتوا ممكن تعملوها اي شكل انتوا عايزينه، كور او صوابع او على شكل قطع بانيه، طبعا الشكل دوت برضو يرجع لكم.
انا هنا كنت عاملاه كور زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت الكرة في الفيجيتار وغطيتها كويس بالفيجيتار لحد ما بقت متكورة كده معايا. هو ده الشكل اللي انا هعمله. هبدأ بقى اخلص كل الكمية وارجع لكم. كده انا خلصت كل الكمية اللي كانت معايا، وده الشكل النهائي بتاعها. هحطها في الزيت. زيت يكون بيغلي جامد قوي، ما احطهاش في الزيت وهو بارد عشان ما تفكش مني. وده شكلها بعد ما خرج من الزيت. كانت بصراحة تحفة جدا. بصوا هي من بره ناشفة كده، انا كنت عايزة اسمعكم الصوت والله. ومن جوه هشة، يعني انتوا شايفين من جوه هشة ازاي، وطعم الخضار اللي فيها والجبنة مخلي طعمها حلو جدا. يا رب الطريقة تعجبكم، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وكومنت حلو منكم عشان يوصل لكم كل جديد. ودايما تشجيعكم دوت بيقدمنا لقدام وبيفرحنا. واتمنى ليكم رمضان سعيد ان شاء الله عليكم، واشوفكم في فيديو جديد من يوميات روما وميرا.